تخيل في ناس الحاجات اللي بيعملوها تخليك تقول مستحيل يكونوا بشر زينا، وشايفين كل اللي بيعملوه ده حاجات عادية ما فيهاش مشكلة. ناس بيعيشوا في المقابر وبياكلوا لحم البشر وبيتغطوا برماد الجثث المحروقة. الموضوع مش فيلم رعب، ده واقع وبيحصل كل يوم. النهاردة هنتكلم عن أخطر قبيلة أكلة للحوم البشر، قبيلة الإيجوري الهندية. الأوجريين بيعيشوا جنب نهر الجنج وعندهم معتقدات دينية غريبة جدا. اسم إيجوري يعني الشخص اللي مش بيخاف، وبيؤمنوا إن كل حاجة في الدنيا دي مقدسة، حتى الموت والجثث. عايشين بفلسفة بتقول إن الإنسان مش لازم يخاف من أي حاجة، حتى لو الحاجة دي كانت الموت. عندهم بقى شوية عادات وطقوس غريبة بيعملوها، زي النوم وسط الجثث وأكل لحم البشر، وإنهم بيتغطوا برماد الجثث المحروقة، وبيستخدموا الجماجم في الأكل والشرب، وكل يوم لازم يشربوا كحول ومخدرات. بيعملوا دماغ من الآخر، ناس صاحبة مزاج يعني. في ناس بتقول إنهم مش بيقتلوا حد، لكن بياكلوا الجثث الميتة اللي بيلاقوها عند نهر الجنج، ومش بيقرفوا من الجثث، ده بالعكس ده بيعتبروها حاجة عادية ووجبة دسمة. هما شايفين إن أكل لحوم البشر بتقربهم من الآلهة وبتديهم قوة روحية. الناس دي ما عندهاش بيوت ولا فلوس ولا الكلام ده، دول بيناموا وسط الجثث المحروقة وشايفين إن المكان ده مليان بالطاقة. وبدل ما يستحموا بالمية بيغطوا نفسهم برماد الجثث المحروقة، بيؤمنوا ان الرماد ده بيطهرهم من الشر وبينقيهم من جوه. وبياكلوا ويشربوا من جماجم بشرية، شايفين ان الموضوع دوت بيخلوهم يتواصلوا مع العالم التاني على حسب معتقداتهم. الناس دي شايفين ان كل اللي بيعملوه ده حاجات عادية وطقوس لازم تتعمل كل يوم عندهم. الناس في الهند شايفاهم ناس مجانين ومرعبين، ناس غريبة مفيش حد بيعمل كده. وفي ناس تانية بتقول ان ليهم علاقة بالسحر الاسود، وبيروحوا لهم علشان يشفوهم من الامراض وياخدوا بركتهم. ليه بقى الحكومة الهندية سايباهم كده وما بتقبضش عليهم؟ يعني تخلص الناس من شرهم. باختصار الحكومة الهندية ما بتتدخلش في حياتهم، لان هم عايشين في اماكن معزولة وبعيد عن البشر وبعيد عن القوانين والكلام ده كله، ومحدش يقدر يوصل لهم بسهولة. في يوم من الايام لو فكرت تزور الهند وقابلت واحد من قبيلة الايجوري، اهرب وما تفكرش كتير، وقولولي ايه رأيكم؟ انت شايفينهم ناس طبيعيين ولا دي معتقدات دينية واسرار محدش يعرفها؟ قولي رأيك يا صديقي، وما تنساش انا مجرد واحد بحكي لك القصة وبعض المعلومات عنهم. لو عجبتك الحكاية ما تنساش بقى سبسكرايب لايك، واستنوني في قصص تانية. كان معكم محمود عبد الكريم.